تخيل يا صديقي انك تكون مغني شعبي مشهور جدا، وفي احد الايام بتروح عشان تحيي فرح انت وفرقتك. واول ما بتروح هناك وبتبدأ الحفلة بتكتشف ان الفرح اللي انت موجود فيه ده هو عبارة عن فرح لواحدة من اكبر عشائر الجن. وبتتفاجأ كمان ان كل اللي موجود في الفرح ده هم عبارة عن جن واشباح متلبسة في هيئة بني ادمين. الموضوع يخوف صح؟ تعالوا بينا نشوف ايه قصة الفرح ده وحصل فيه ايه. انا محمد حسن، والحلقة دي هنتكلم عن الطجاجة نورة. بص يا صديقي، بداية القصة تحديدا كان عام 1997. في أحد الأيام بتيجي مكالمة تليفون لنورة. كانت واحدة ست وطلبت منها إنها تيجي عشان تحيي الفرح بتاع بنتها، لكن ولأن اليوم ده كان يوم جمعة وهو يوم أجازة نورة والفرقة بتاعتها فبالتالي رفضت. لكن الست دي فضلت تلح على نورة وقالت لها إن ده فرح بنتها الوحيدة، وإن البنت متعلقة بيها وإنها لازم تيجي عشان ما تكسرش بخاطرها في يوم فرحها. بعد إصرار شديد من الست دي، خصوصا إنها عرضت عليها مبلغ مغري جدا من المال، نورة وافقت على العرض وطلبت منها عنوان البيت ويوم الفرح. فبالتالي قالت لها على العنوان وإن الفرح النهاردة الساعة 10 بالليل. من أول لحظة ونورة ما كانتش مرتاحة للفرح ده وكانت حاسة بشعور غريب، لكنها وعدت الست إنها خلاص هتيجي. فبالتالي أقنعت فرقتها إنهم يروحوا معاها. على الساعة 10 بالظبط نورة كانت وصلت هي وفرقتها لعنوان البيت، لكنهم اتفاجئوا إنهم لقوا المكان عبارة عن قصر كبير ومليان ناس ومعازيم بطريقة كبيرة جدا. اللي استقبل نورة وفرقتها كان والد العروسة. بعد ما سلم عليهم أخدهم على الأوضة اللي هيجهزوا فيها. أثناء ما نورة وفرقتها كانوا بيجهزوا في الأوضة جالهم مجموعة من الأطفال، سلموا عليهم وقالوا لهم إنهم من أشد المعجبين بيها. الحاجات دي كانت عادية بالنسبة لنورة في كل أفراحها، لكنها رغم ده ما كانتش مرتاحة ليهم، خصوصا إن وشهم كان شاحب جدا. كمان ملمس إيديهم كان خشن زي ما يكون إيد شخص كبير مش إيد طفل. برغم اللي شافته نورة ده إلا إنها ما حاولتش تركز قوي وقررت إنها تنتبه أكتر للتجهيزات بتاعة الفرح. أثناء ما كانت بتجهز دخلت عليها واحدة اسمها شمس. شمس دي تبقى واحدة من الفرقة بتاعة نورة. قالت لها إنها مش مرتاحة للفرح ده وخايفة من الناس دي، وقالت لها إن شكلهم غريب جدا وجلدهم خشن زي ما يكون في شوك. كمان قالت لها إن أول ما الأطفال دخلوا الأوضة فجأة درجة حرارة الأوضة ارتفعت بشكل ملحوظ. نورة كانت حاسة بكل ده، لكن عشان ما تثيرش الفزع والرعب بين فرقتها كدبت على شمس وقالت لها إن دي مجرد تهيؤات وإن الفرح ما فيهوش أي حاجة مش طبيعية. وده كان على عكس اللي جوه نورة وحاسة بيه. بعد ما فرقة نورة جهزت ونزلوا الفرح بتحكي وبتقول إن كل حاجة في الفرح كان مبالغ فيها من ناحية عدد المعازيم والأكل واللبس اللي كانوا لابسينه، لكن كل اللي كانت حاسة بيه ده كانت بتحاول تخفيه قدام الفرقة بتاعتها علشان اليوم يعدي من غير مشاكل. لكن على الناحية التانية كل الفرقة كانت حاسة بنفس اللي حاساه نورة. كمان من أكتر الحاجات اللي لفتت انتباه نورة إن العريس ما كانش لابس لبس العرسان الطبيعي واللي معروف في الوقت ده. كمان العروسة ما كانتش لابسة فستان أبيض زي أي عروسة، اللي كانت لابسة فستان كبير ولونه أسود ومنقط باللون الأبيض. كمان كان موجود عليه عدد كبير جدا من الأحجار الكريمة، والعرسان كانوا قاعدين في الكوشة عبارة عن أصنام، بمعنى انهم مش بيلتفتوا لاي حد ولا بيتحركوا من مكانهم. بتكمل نورة وبتقول انهم بعد ما خلصوا الفقرة بتاعتهم راحوا على الأوضة بتاعتهم علشان يريحوا شوية قبل ما ينزلوا للفقرة التانية من الحفلة. بعد ما وصلوا الأوضة نورة حست بتعب ورغبة قوية في النوم، لكن بسبب الزحمة اللي كانت في الأوضة اللي هم فيها والفرقة بتاعتها وكمان الدور كله مليان معازيم، نورة قررت انها تطلع تدور على أوضة فاضية في الدور التاني. بتقول نورة إنها أول ما طلعت للدور التاني شافت إن الدور كله عبارة عن مكان مهجور. كمان المكان كله فيه ريحة تراب زي ما يكون الدور ده محدش طلعه من سنين. وهي ماشية في الطرقة لقت قدامها باب أوضة لكنه كان موارب، فبالتالي خبطت على الباب عشان ربما يكون في حد جوه ولا حاجة. أول ما جت تخبط تاني لقت الباب اتفتح لوحده. للوهلة الأولى حست إن في حد هو اللي فتح الباب، لكنها أول ما دخلت الأوضة ما لقتش فيها غير سرير قديم ومفيش أي حد في الأوضة. الأوضة كانت مظلمة والحيطان بتاعتها متهالكة زي ما تكون هتقع على اللي فيها. من شدة التعب اللي كان باين على نورة قررت تريح شوية على السرير ده. بمجرد ما حطت دماغها على السرير نامت، لكنها شافت كابوس صعب جدا. شافت واحدة لابسة فستان اسود وشكلها في قمة الفزع، كانت بتجري وراها وهي عمالة بتصرخ. صحيت نورة مفزوعة من الكابوس اللي شافته، لكن الأغرب إنها لقت الباب بتاع الأوضة اللي كانت سايباه مفتوح اتقفل. جريت على الباب علشان تفتحه لكنها ما قدرتش. فجأة الباب اتفتح لوحده. أول ما طلعت من الأوضة شافت نورة نفس الست اللي كانت في الحلم، لكنها كانت واقفة في الطرقة
وجاية بتجري عليها. من شدة الفزع نورة غمضت عينيها على أمل إنها تكون مجرد هلاوس من التعب اللي هي فيه، وأول ما فتحت عينيها لقت الست المخيفة اللي كانت قدامها اختفت. نورة من شدة خوفها فضلت ماشية بحذر وخوف. أثناء ما هي ماشية في الطرقة شافت طفل صغير طلع من واحدة من الأوض اللي كانت موجودة في الطرقة. فجأة الطفل ده جه يجري ناحية نورة بسرعة شديدة وهو باصص على نورة، لكنه وقف مرة واحدة مكانه وغير طريقه واتجه ناحية السلم وطلع للدور اللي فوق. ورغم كل اللي شافته نورة من كل الرعب ده إلا إنها بدافع الفضول طلعت السلم ورا الطفل الصغير. نورة بتقول إنها أول ما طلعت للدور الثالث لقت حالته مزرية أكتر من الدور اللي تحت. الحيطان متهالكة كلها والأرض كلها تراب وريحة المكان وحشة زي ما يكون المكان محدش طلعه من سنين، زي ما يكون الناس اللي تحت دي عايشة بس في الدور اللي تحت. فضلت نورة تمشي في الدور وبتدور بعينيها على الطفل الصغير. أثناء ما هي ماشية كانت سامعة صوت همس بصوت واطي جدا زي ما يكون في حد بيحاول يلفت انتباهها. فضلت تتلفت حواليها لكنها مش شايفة حواليها غير الحيطان والأرضية اللي كلها تراب. فجأة نورة سمعت صوت ضحكة بصوت عالي جدا. اتجهت ناحية مصدر الصوت لحد ما لقت الطفل ظهر فجأة قدامها. فجأة الطفل جري من قدامها ودخل أوضة والباب اتقفل وراه. نورة جريت على الأوضة وحاولت تفتح الباب لكنها ما قدرتش. فضلت تخبط على الباب علشان حد يفتح لكن محدش كان بيرد. أول ما نورة يئست من الموضوع وقررت إنها تنزل وتروح للفرقة بتاعتها اللي في الأوضة اللي تحت، وتحديدا أول ما ادت ظهرها للباب فجأة الباب اتفتح لوحده وشخص مرعب ظهر من الباب وشد نورة من رجلها وقعها على الأرض، وفضل يحاول يسحب نورة علشان يدخلها الأوضة لكنها فضلت تصرخ وتقاوم لحد ما فجأة سمعت صوت مرعب طالع من الشخص ده كان بيطلب منها إنها تغني، وقال لها إنه بيحب صوتها وصوت العزف بتاع الفرقة بتاعتها. كل ده حصل ونورة كانت بتحاول تفك نفسها من الشخص ده لحد ما نجحت بالفعل وجريت على السلم ونزلت للأوضة اللي فيها الفرقة بتاعتها. أول ما دخلت الأوضة لقت كل الفرقة بتاعتها ملمومين حوالين شمس وعمالة تعيط. نورة سألت شمس عن سبب عياطها وهنا كانت الصدمة. قالت لها إنها لما اتأخرت ناس كتير من المعازيم سألوا عليها فقررت تطلع الدور الثاني علشان تدور عليها، ولما طلعت لقت المكان مهجور جدا ومرعب. بتكمل شمس وبتقول أثناء ما كنت بدور عليك في الدور فجأة سمعت صوت جاي من أوضة في آخر الطرقة. افتكرت إن الصوت ده صوتك فرحت ناحية الصوت ودخلت الأوضة، لكن لما دورت في الأوضة وما لقيتكيش قررت أطلع من الأوضة. أول ما اتجهت ناحية الباب فجأة ظهر لي شخص مرعب، شخص ظهر من العدم وكان شكله مخيف جدا. فجأة وبشيء لا إرادي مني لقيت نفسي بمشي ناحية الشخص ده. أول ما قربت منه لقيت عينيه حمرة زي الدم وكانت بتلمع وملامح وشه مش موجودة زي ما تكون ممسوحة بالرغم من المسافة القريبة اللي كانت بينا. فجأة الشخص ده اختفى من قدامي فجريت ناحية الباب واتجهت ناحية السلم عشان أنزل لمكاني تحت. فجأة ظهر قدامي شخص ضخم جدا وقال لي إيه اللي مطلعك الدور ده، وحذرني إن لو عملت كده تاني مش هيحصل كويس. بعد اللي شافته شمس ده طلبت من نورة إنهم لازم يمشوا من البيت ده حالا، وقالت لها إن البيت ده مش طبيعي وفي سر كبير وراه. هنا نور فهمت كل حاجة وقالت هي كمان لشمس على اللي حصل معاها. فهنا نورة قالت للفرقة بتاعتها إن الناس دول مش هيسيبونا نمشي من البيت بسهولة، وإنهم لازم ما يبينوش قدام أصحاب البيت إنهم عرفوا أي حاجة ولا إنهم خايفين، علشان الناس دول لو حسوا إننا فهمنا حاجة عنهم احتمال كبير مش هنخرج من البيت ده تاني. نورة طلبت من فرقتها يجهزوا علشان هينزلوا للفقرة التانية وبعدين هيمشوا على طول. بدأت الفقرة التانية الساعة 12 بالليل، لكن الفرقة استغربت إن المعازيم زادت أكتر من الأول بشكل غير طبيعي. كمان طريقتهم في الأكل كانوا أشبه ما يكونوا بكلاب سعرانة مش بني آدمين، وكانوا عمالين يرددوا الأغاني ورا الفرقة بصوت عالي وبشكل هستيري لدرجة إن صوتهم كان مغطي على صوت الفرقة اللي بدأ صوتها يروح من كتر الخوف. لكن نورة كل شوية كانت عمالة بتشاور لهم وبتسقف علشان تشجعهم أكتر علشان ما يبانش عليهم حاجة. لكن اللي كان ملفت جدا في الفرح ده هو طريقة رقص المعازيم الستات اللي كانوا في الفرح، لدرجة إن فساتينهم كانت بتترفع لفوق جدا من الرقص الهستيري، لدرجة إن الفرقة لما دققوا النظر شافوا إن رجليهم مش رجلين بني آدمين زينا، دي كانت رجلين ماعز. الفرقة بعد اللي شافته صوتهم بدأ يروح وبدأوا يتلخبطوا في كلمات الأغاني. لكن فجأة شمس اللي كانت في الفرقة أغمى عليها، فنورة استأذنت أصحاب الفرح إنها تاخد شمس وتطلع الأوضة بتاعتهم. أول ما فاقت شمس فضلت تصرخ بطريقة هستيرية جدا وفضلت تترجى نورة إنهم يمشوا، وقالت لهم إنهم كده محبوسين في وسط قبيلة من قبائل الجن. نورة قالت لها إنها عارفة، وقالت للفرقة بتاعتهم إنهم لو عايزين يمشوا من البيت ده لازم يستنوا لحد أذان الفجر، وطلبت من فرقتها إنهم يستحملوا مهما كان اللي هيشوفوه لحد أذان الفجر واللي باقي عليه وقت قليل. الفرقة استجمعت شجاعتها ونزلت من تاني للفرح وبدأوا يكملوا فقرات الحفلة.
لكنهم أول ما نزلوا لاحظوا إن عدد المعازيم زاد أكتر من الأول بكتير. أول ما بدأت الفرقة تغني وتعزف بدأ مجموعة من المعازيم الستات يتخانقوا مع بعض وكانوا عمالين يشدوا في شعر بعض. لكن المرعب هنا إن الفرقة شافت إن الشعر اللي كان بيقع على الأرض كان بيبقى كله دم، لحد ما فجأة سمعوا صوت أذان الفجر. المعازيم كلهم اتجمدوا مكانهم وبقوا يبصوا بنظرات كلها رعب على فرقة نورة. في اللحظة دي النور قطع في البيت ونورة وفرقتها خرجوا يجروا على الباب. أثناء جريهم ولما بعدوا بعيد عن البيت بشوية قابلوا شخص في الطريق، والشخص ده اتعرف على نورة، ولما سألهم عن سبب وجودهم في المنطقة دي وإنهم عمالين يجروا قالوا له على كل اللي شافوه. أول ما وصفوا البيت اللي كانوا فيه للشخص ده اتفاجئوا لما قال لهم إن البيت اللي هم بيحكوا عليه ده أساسا مهجور من فترة كبيرة جدا ومفيش أي شخص دخله من سنين كتيرة ومستحيل يكون فيه فرح. فقالوا له إن البيت كان مليان زينة وأنوار كتيرة جدا في كل حتة. لما لقوه مش مصدقهم خدوه وراحوا تاني على البيت علشان يوروه الزينة والاحتفالات. لكن المفاجأة إنهم لما وصلوا البيت لقوا البيت كله ضلمة ومفيش أي حاجة بتدل على إن البيت ده كان فيه أي احتفال من مدة قريبة. كمان الجدران بتاعت البيت والعشب والزرع كل حاجة كانت متهالكة، والشكل اللي ظهر قدامهم إن البيت فعلا مهجور من سنين طويلة جدا. دي كانت نهاية القصة اللي حكتها نورة على لسانها هي شخصيا بعد ما اعتزلت الفن نهائيا هي والفرقة بتاعتها بعد اللي حصل معاهم في البيت المهجور ده. في النهاية دي كانت نهاية قصتنا النهاردة، لكن القصص لسه ما خلصتش على كده. ما تنساش تشترك في القناة لو بتتفرج من يوتيوب وتعمل لايك لو بتتفرج من فيسبوك. كمان يا ريت تفعل زرار الجرس عشان في فيديوهات فاتت وفي فيديوهات جاية لازم انك تشوفها. سلام.